انطلقنا بأسئلة تحوم حول لبيب. ما هو لبيب؟ أين اختفى؟ ما سر هذا الغياب؟ وهل يمكن للبيب أن يعود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفيديو آخر من دردشاتنا النيروبية في المسألة البيئية. هذه الحلقة الثالثة. إذن في الحلقة هذه باش نواصلوا حديثنا في القضية البيئية. عدد كبير استثارهم موضوع لبيب، برشا أخذوه أخذ طريف، ثم اللي استعاضوا بعض الذكريات. صديقنا عمر بن قيرات نحييه في صفاقس، زميلنا الإعلامي الكبير في إذاعة صفاقس سابقا، أشار لي لأنه زميله شكري ذكروا في التغطية التلفزيونية اللي صارت وقت اللي تم لأول مرة إطلاق لبيب، أعتقد على مستوى جهوي في صفاقس وربما على مستوى وطني. أنا ذكرت لي أنا شخصيا نتذكر لحظة الإعلان في الندوة الصحفية عن لبيب، وربما في نفس اليوم أو في ندوة صحفية أخرى تم الإعلان عن السياسة الجديدة أو مهام ومشمولات وزارة البيئة، باعتبارها كما قال وقتها الوزير الثاني للبيئة اللي هو مهدي بيكا، اللي هي سوبر مينيستير بالحق الوزارة كما نحكيو توا ونطالبوا وزارة تقريبا وزارة سيادة. هذا في المنطلق يعني في المشمولات وفي المهام وفي السياسات وفي الطموح. شنو اللي صار من بعد؟ كما قلنا صارت مشكلة كبيرة ونقاط استفهام طرحت مع 2011 حول الفوضى والانفلات والتراجع، وكأن المواطنة البيئية كانت مفقودة، وكأنه لبيب كان وهم. احنا ما زلنا بصدد محاولة تفكيك المشكلة وطرح الأسئلة مع بعضنا في إطار تفكير جماعي، ثم ربما في حلقات التتويج وحلقة الختام التأليف نحاول نجمع الأفكار من أجل أن تكون عندنا مساهمة في رؤية جامعة حول آفاق التوعية والتربية والتثقيف البيئي لبناء المواطنة البيئية من جديد. لأنه المرة هذه كما قلت مع بعض الملاحظات اللي ما زالت محتشمة اللي وصلتني إلى حد الآن، كما قلت اللي فيها ربما تجاوب من بعض الأصدقاء البيئيين الأوائل المؤسسين كما سي عبد السلام قلال على سبيل المثال. ذكرت المرة اللي فاتت الإعلاميين أصدقائي وأخوتي اللي هو عدد كبير منهم ناشطين إلى حد الآن وفاعلين في المشهد الإعلامي، لكن المعنيين بالأمر اللي شاركوا في بعث المنظومة البيئية، الجهاز الوطني، التشريعات، الاتفاقيات الدولية، كما قلت معنا أسماء كبيرة برشا كما سي عبد السلام وقلالة على سبيل المثال، لأنه تواصل معنا. ثم أسماء كبيرة برشا مازالوا موجودين، ربي يبارك فيهم. ثم أسماء أخرى غادرتنا وخلت الأثر نتاعها والبصمة نتاعها. ذكرنا أساسا المرة اللي فاتت الوزير الأول للبيئة صالح الجبالي، وذكرنا أيضا مؤسس الحركة البيئية الجمعيتية في تونس زكريا بن مصطفى، لأنه الإنسان الطبيعي والحكيم أنه يعتز باللي يعطوه الأسلاف نتاعه والسابقين، ما تكونش ثم قطيعة بمعنى الإنكار والجحود، لكن ثم انطلاق للمستقبل. هذاك علاش الكلمة الأولى اللي بدينا بها قلنا مراكمة، يعني نبني على المنجزات، نشوفوا الخلل وين ونحاولوا نصلحوا ونطور. طبعا كانت ثم بعض المحاولات بالنسبة لرمز البيئة في السنوات الأخيرة. أنا ما نعطيش رأيي وحكمي، نحب نشير فقط إلى أنه تجربتنا الكبيرة اللي عملناها على مستوى الجمعيات اللي هي شبكة فايقين بيئتنا، مش الشبكة الأولى في تونس طبعا، سبقتها جامعة الجمعيات البيئية سي علي الغربي الله يرحمه، وجامعة طبعا الجامعة التونسية أيضا للبيئة والتنمية اللي هي فاعلة جدا الفتاد، واللي نحييهم اللي هم أكثر قعدوا مواصلين. ولكن الشبكة بتاعنا ما اقترحتش بديل اللبيب، حتى اللوجو بتاعها ما فيش لبيب، بدليل انه ماهوش مقدس لبيب، لكن ما نجموش ننكروا اللي اكثر سيبور خدم وتركزت فيه المعاني والقيم البيئيه بطريقه ذكيه برشا رشيقه، حبوها الصغار وحتى الكبار. كان ثم خدمه كبيره من الفنانين والمبدعين، شادي بالخامسه وكل اللي ساهموا في العمل هذا، ما نجمش نلم بهم الكل، نجحوا في وقت معين. لكن توا تقول الذوق تغير والناس ولات عندها اهتمامات اخرى، وقت السرعه، وماهوش انسان اليوم باش يسمع الوعظ بالطريقه هذيك التلقينيه، اعمل وما تعملش، وكان تلوث تشوف شو يصير لك. لكن هدايا لما نشوف الغرب نلقاو القوانين الصارمه مهمه جدا. الانسان ما يخلفش لانه يستحضر العقوبه، لان العقوبه صارمه جدا في الغرب اللي يعيشوا في كندا وفي المانيا وفي اوروبا. بالمناسبه ربما البعض منهم يشوفنا يعرفوا مليح ويذكرونا الحقيقه، انا يحكيوا لي الخطايا نتاع المخالفات البيئيه وما ثماش حد يفلت منها، المخالفات البيئيه وغيرها طبعا، كل خرق للقوانين. لانه علاش؟ لما تكون ثم منظومه تشريعيه قانونيه يستبطنها الانسان طبعا، يفهمها ويتبناها، يكون واعي بها، ثم وعي بعد المعرفه، ثم فعل سلوكي، استجابه وانضباط لها. الانسان يولي يعرف اللي ثم رقيب ليه،
احنا المسلم طبعا يراقب ربي وديما يستحضر رقابه المولى اللي باش يحاسبه نهار اخر، ولكن المجتمع عنده ضمير، ما يسمى بالضمير الجمعي في علم الاجتماع، اللي هي قوه المجتمع، كيفاش يحاصر كل خليل وكيفاش يخلي الافراد تتبع النواميس والاعراف والقوانين نتاعو هو. هذا حبينا نذكر به لانه المجال كبير طبعا للاجتهاد وللابتكار والتصميم. كانت ثم بعض المحاولات لكن للاسف ما كانتش عميقه، ما كانتش جاده. كانت بعض المؤسسات الخاصه والقطاع الخاص اللي كانت الهدف نتاعها الوحيد ربما صنع الحدث وغنم بعض الموارد الماديه. للاسف الشديد نقول هذا بكل الم، بعض المؤسسات مش الكل في القطاع الخاص اللي دخلت في السياق هذايا في السنوات الاخيره، ال10 سنوات الاخيره، للاسف الشديد عملت عمليات بين ظفرين استعراضيه للتوعيه البيئيه واعلان انه ثم مشاريع جديده تطبيقات والى غيرها، لكن تكلفت مئات الف الدنانير على المجموعه الوطنيه، ولكن لم نرى لها شيئا، لم نرى لها اثرا، وبقي للاسف بين ظفرين لبيب. كما قلنا لبيب ما احنا ما نستعيدوهش على اساس انه يبقى للابد، لكن الطبيعه تأبى الفراغ، والى حد الان لم يتم استبدال النموذج هذايا. وبالتالي المجهود التربوي والتوعوي والاعلامي والتثقيفي البيئي قاعده ناقصته حاجه تعبر عليه. ما نقولوش هو اللي باش يغير المعادلات، اللي نجم يغير المعادلات هو العمل التطوعي الجماعي اللي يتجه للناس، ما يكونش مسقط. لانه تجارب الجمعيات البيئيه في تونس هي تجارب طويله وعريقه واحيانا مريره. شفنا جمعيات منذ السبعينات، لا تي بي نو طبعا، وثلاثه جمعيات اخرى لا تي بي نو عملت فروع، ثم استقلت لا تي بي نو في عدد من الجهات كما القروان، كما صفاقس، كما زغوان. وكانت ثم جمعيات حقيقه عبرت على اراء الناس ومعاناتهم المتساكنين. شفنا مثلا المروج والحي بالمناسبه الاصدقاء وخاصه صديقنا سي عادل العزابي اللي تحركوا باش يرفعوا المعرة والمضرة نتاع التلوث نتاع هنشيل اليهودية وغيره. كانت اعتصامات وتحركات حتى تم إزالة هذا في صفاقس بطبيعة الحال. رقم واحد نجم نقولوا لابناس وجمعية البيئة والطبيعة بصفاقس طبعا نترحموا على سي أحمد الصغال صديقنا وأخونا الأستاذ الكبير اللي كان النفس نتاعو طويل برشا مع المجموعة الكبيرة نتاع المناضلين. طبعا كي نقولوا شخص نقولوا المجموعة والجمعية ما تنجم تكون ناجحة ونفسها يكون طويل وتغير إلا ما يكون عندها طبعا ما يشبه المؤسسات داخلها ثم نوع من التشاور والحوار وجلسات الدورية وإعلام داخلي، مش فرد شخص كما شفنا في بعض الحالات شخص واحد هو الجمعية، والجمعية تكون في بيته وياخذ التمويلات ويصرفهم على روحه وعلى الأسفار نتاعو. وذا طبعا الجانب القاتم حتى نكونوا موضوعيين. ثم تجارب جمعياتية تبخرت لمجرد فقدان الموارد والدعم سواء من الدولة أو من غيرها، وثم جمعيات قاعدة صامدة، وثم ناس تضحي وتعطي من جيبها ومن وقتها ومن صحتها لأنها تمن بالقضية. اللي يهم أكثر وإحنا نحكيه اليوم في الفيديو هذا أساسا على تجاربنا الجمعياتية السابقة والراهنة، لأن الجمعيات والمجتمع المدني لما يكون حي حقيقة ينجم يفرض الإرادة متاع الناس الكل، وينجم يغير وينجم يوجه البلاد نحو الوجهة السليمة. الجمعيات معاه طبعا مؤسسة التربية الأولى اللي هي العائلة، الأب والأم ما ينجموش يستقيلوا على مهمتهم، وأيضا المدرسة لابد أن يكون كخيار وطني هو أنها تتبنى القيم المدنية، تتبنى التنشئة على الممارسة، ممارسة الحقوق والواجبات، معرفتهم والمعادلة بيناتهم. لأن التغيير باش تكون عندنا العقلية غير العقلية للأسف اللي لاحظناها في بلادنا، عقلية اللامبالاة وعقلية رزق البليك وعقلية الفردانية. كل واحد يلوج على مصلحته الفردية مهما كان الموقع متاعه، يبحث عن خلاصه الفردي ولا يهمه شأن المجموعة. طبعا احنا في ديننا من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ولكن احنا شفنا أحيان كثيرة للأسف التونسي سلوك وتصرفه بعد 2011 وحتى قبل الناس معنا كيفاش تتعامل مع كل ما هو ملك عمومي. ما نحبش نخصص، وشفنا حتى مسؤولين منذ الستينات والسبعينات اللي للأسف أحيانا ثم حالات كي يلقى الفرصة يستولي على الموارد العامة. شفنا أسماء كبيرة جدا في حقبة السبعينات وحتى الثمانينات معناها، وحتى بعد بطبيعة الحال الحالات أصبحت واضحة جدا بعد 2011. يعني هذا تونسي، ناس طرحت الأسئلة هذه وقالوا ويلو التونسي اللي المفروض أنه تعز عليه البلاد وتعز عليه البيئة وشريك مشارك يعني للدولة في الحفاظ على المكتسبات هذه. طبعا الأسئلة هذه
ثم اللي مازال يطرحها، ثم اللي ما يعتبرهاش مهمه جدا، وثم اللي قاعد يتحرك فعليا، خاصه الخبراء والناشطين البيئيين مع الاداره بطبيعه الحال في وزاره البيئه ومؤسساتها قاعدين يجتهدوا. ثم جمعيات الى الان، ثم بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني قاعده تتحرك تبني في مشاريع وتحاول انها تجمع وتعبأ مجهودات المواطنين، وهذه كلمه السر.